جيل جديد بيظهر في تاريخ منتخب مصر، جيل طالع عشان يحفر اسمه بالذهب، رجالة عندهم الموهبة والإمكانيات. وعشان نكون صراحة، هم مش أفضل إمكانيات، يعني مثلا الأجيال اللي قبلهم كانوا أفضل منهم نسبيا، لكن لعيبة منتخب 2023 كانوا مشكلين فريق متماسك وقوي جدا، وعندهم روح وجرينتا عالية قوي، وعندهم هدف عايزين يحققوه بالإصرار والعزيمة اللي طالعة من جواهم. كل ده كان محتاج مدرب محترم عشان يعرف يدير المنظومة ويطلع منهم أحسن النتائج ويخليهم فعلا منتخب متكامل. والمدرب ده هو البرازيلي روجيرو ميكالي اللي تولى تدريب المنتخب الأولمبي من سنة تقريبا. والحقيقة شفنا شغله على أرض الواقع وعرفنا إنه مش جاي ياكل عيش وخلاص، وخصوصا إن السي في بتاعه كان تقيل من قبل ما يجي. كفاية إنه حقق الميدالية الذهبية مع البرازيل في أولمبياد 2016. مهمة ميكالي الأساسية بدأت معانا في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المقامة في المغرب، واللي هي التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. وفي الفيديو ده هنتكلم عن مشوار منتخبنا في البطولة أو التصفيات دي، وده هيكون فيديو مشترك بيني وبين قناة ولاد طه كورة، وإن شاء الله مش هيكون آخر تعاون. صعبة وامكانية وجول مسار كورة صدت جول صلاح وابا الله يا بلاد الله. القرعة حطت منتخبنا في المجموعة الثانية ومعانا النيجر ومالي والجابون. في الجولة الأولى منتخبنا هيلاعب منتخب النيجر، وفي يوم الأحد 25/6/2023 وبالتحديد الساعة 8 من ملعب طنجة في المغرب بدأ منتخبنا المشوار. دخل ميكيل المدير الفني البرازيلي لمنتخب مصر اللقاء بتشكيلة 4-2-3-1. حمزة علاء في حراسة المرمى، وقدامه أحمد عيد ومحمد طارق وحسام عبد المجيد ومحمد أشرف، وفي نص الملعب محمد شحاتة وأحمد كوكا، وقدامهم أحمد عاطف قطة ومحمود صابر وإبراهيم عادل، تحت مهاجم وحيد أسامة فيصل. ومع بداية الماتش ومن غير جس نبض ولا وجع دماغ دخل منتخبنا ضاغط وعاوز يسجل من بدري. ما احنا بنلعب بصفتنا بطل اخر نسخة، النسخة العظيمة التاريخية اللي اتلعبت عندنا في مصر، وكان بطلها ابو التفانين حدوتة رمضان صبحي، واللي عملنا عنها 3 حلقات جامدين، 2 على قناتكم ولاد طه كورة، وواحدة جامدة جدا على قناتكم كوتش الغلابة. اللينكات هتلاقيها تحت في الديسكريبشن. قطة بيحاول ومن بعده محمود صابر، لكن حارس النيجر مش سايب حاجة تعدي. بنعمل عرضيات وبنخترق وعاوزين كمان ضربة جزاء، بس برضو لسه مش عارفين نسجل، لحد ما بعد نص ساعة واخيرا الكورة بتبقى صعبة قوي على حارس النيجر من ابراهيم عادل، لكن المرة دي بتيجي في القايم الشمال. ايه يا جدعان، نركز شوية بقى وان شاء الله اللي جاية هتبقى في الجون. منتخب النيجر لما شافنا محتاسين ومش عارفين نسجل قال لك اطلع اجرب كده يمكن اسجل انا. راحوا لقوا الواد ابراهيم عادل بيستلم في ال18 وبيعدي وبيشوط، لكن المرة دي العارضة مش القايم. ما تزعلش يا ابراهيم، ان شاء الله التالتة تابتة. منتخبنا بعد ما حس انها مش ماشية معاه ما بطلش ضغط، كملنا الضغط في محاولة لإنهاء الشوط الأول وإحنا متقدمين، لكن للأسف الوقت بيعدي والحكم بيصفر وبيعلن نهاية الشوط الأول 0-0. مع بداية الشوط الثاني دخلنا واحنا جايين ومقررين، ومن غير ال3 نقط النهارده مش ماشيين. ابراهيم عادل الحريف بيستلم وبيرفع وشه وبيشوط، لكن المرة دي في القايم اليمين. لا معلش بقى كده يا جماعة، في حاجة غلط. ابراهيم عادل جاب هاتريك، واحدة في القايم الشمال وواحدة في العارضة وواحدة في القايم اليمين. كده يا معمول لنا عمل، يا اما الواد ابراهيم عادل مش مظبوط. خلوا حد غيره يجرب يا جدعان عشان نتأكد العيب من مين. بعد كرة ابراهيم عادل كملنا الضغط وحاولنا نسجل لحد ما نط اسامة فيصل لفوق، وفكرنا بالبلدوزر مصطفى محمد. ايه جت في المقص، يعني عارضة وقايم مرة واحدة. لا كده الشيخ خديجة المغربية عاملة اللي عليها وزيادة. ظلمناك يا ابراهيم يا ابني معلش. المدير الفني البرازيلي لما لقى الدنيا خربانه كده ما سكتش، نزل مصطفى سعد ميسي عشان يخلص. ايه كورته هو كمان جت في العارضه؟ لا يا عم اقفل لنا الماتش ده على كده. بعد 17 شوطه على المرمى واستحواذ وصل ل 63%، 5 كور في العارضه و7 ركنيات. منتخب مصر تحت 23 سنه بيفشل في الفوز على النيجر في اول لقاءاته في افريقيا 2023. في الجولة الثانية من المجموعة منتخبنا بيواجه منتخب مالي، وطبعا لا بديل عن الفوز، لأن أي نتيجة تانية تقريبا كده بتخرجنا بره البطولة. بدأ ميكالي التشكيل بخطة 4-3-3. في حراسة المرمى حمزة علاء، في الدفاع أحمد عيد ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وحاتم محمد، وفي نص الملعب أحمد كوكا ومحمد شحاتة ومحمود صابر، وفي الهجوم أحمد عاطف قطة وإبراهيم عادل وأسامة فيصل. ونقول يا كريم يا رب ونبدأ المباراة. بتظهر شخصيتنا في الثواني الأولى،
وباين علينا عايزين نسيطر على الماتش بدري بدري، وبدأنا في الضغط العالي عليهم، ضغط عالي قوي حتى على حارس المرمى. وفي أول 3 دقايق بنقرب شوية ونهددهم بشوطة حلوة بعد كنترول رايق من المدفعجي بتاعنا محمود صابر. ومنتخب مالي كان بيحاول يعمل معانا أي حاجة بس مفيش فايدة، احنا كنا قافلينها جامد عليهم وبنرجع بنضغط عليهم من تاني. بس ده مش ضغط، ده احنا كنا زنقينهم في التلت الأخير من ملعبهم واحنا لسه سخنين كده. وفي الدقيقة 10 إبراهيم عادل بيتمركز حلو قوي في المساحة ويستلم اسيست من أسامة فيصل ويقوم رازعها في الجون. انطلاقة وحاولة جديدة من جانب المنتخب المصري، استلام حلو قوي، الهدف الأول يا على جمالك، يا على جمالك، يا على جمالك، انطلاقة حلوة الكورة، وإبراهيم عادل هنحكي ونقول على إبراهيم واحد من اللعيبة اللي شاركوا في أولمبياد طوكيو يضع هذه الكورة. طبيعي بعد الهدف ده منتخبنا هيهدى على نفسه شوية، ومنتخب مالي أكيد هيحاول يرد، لكن على مين؟ الدفاع بتاعنا بسم الله ما شاء الله فايق قوي، لحد ما حسام عبد المجيد بيعمل فاول من مكان خطير قوي على أول ال18 وبتتنفس حلوة، بس الحمد لله بره وبعيد عننا. اما احنا فضلنا طول الشوط بنحرجم على جون تاني عشان نستريح بقية الماتش. ما سجلناش بس كان ادائنا مستقر ومسيطرين، ده حتى كان لينا ضربة جزاء باين. ممكن تقولي في الكومنتات لو شايف الكرة دي ضربة جزاء ولا لا. اما عن محاولات منتخب مالي فزي ما قلت لك مفيش منها فايدة عشان الدفاع كان فايق لهم، وحتى لو حاجة عدت عندنا حمزة علاء موجود. بيخلص الشوط الاول 1-0 وبدأنا الشوط التاني واحنا سايبين الكورة ومتراجعين عشان نحافظ على النتيجة، وبدأنا نعمل تبديلات عشان نشتغل شوية في المباراة. نزلنا محمود جهاد ومصطفى سعد ميسي وعمر فايد، ومرة واحدة بيفاجئنا منتخب مالي بأخطر كورة في الماتش علينا، والحمد لله العارضة بتنقذنا. بعديها بيطرد منهم 1 واحنا المفروض نحاول نستغل النقص العددي اللي عندهم ده، لكن الماتش كان ماشي من غير أي خطورة علينا أو عليهم. احنا راضيين بالنتيجة وهم مقفول عليهم ومش لاقيين حل، لحد ما رحنا بكورة كانت هتبقى الجون التاني لينا بس شالوها من قدام الجون، وتقريبا دي كانت اخر كرة خطرة في المباراة. واستمرينا كده لحد النهاية وكسبنا 1-0 وكسبنا اول 3 بونت الحمد لله، ورفعنا رصيدنا للنقطة رقم 4 في المجموعة. في الجولة الثالثة منتخبنا في مواجهة مصيرية ضد منتخب الجابون. دخلنا اللقاء بتشكيلة 4-3-3، حمزة علاء في حراسة المرمى، وقدامه محمد طارق وحسام عبد المجيد ومحمود مغربي وحاتم محمد، وفي نص الملعب محمود جهاد وكوكا ومحمود صابر، وفي الهجوم قطة وأسامة فيصل وإبراهيم عادل. ومع بداية الماتش دخلنا ضاغطين وعارفين إننا أقوى، أصل بنلاعب الجابون صاحب المركز الرابع واللي معهمش ولا نقطة، واحنا عاوزين نكسب ونتصدر عشان نبعد عن المغرب في مواجهة نص النهائي. فرقة سعرانة وبتلعب على ملعبها، اكيد لو هنقابلهم يبقى يا ريت في النهائي. الضغط اللي عمله رجالتنا من البداية كان المفروض يترجم لأهداف، لكن للأسف بعد ربع ساعة كاملة ضاغطين فيها على الفاضي ومش عارفين نسجل أي هدف. بعد ما عدت ربع ساعة ضاغطين فيها، منتخب الجابون حبوا انهم يطلعوا يجربوا حظهم، لكن فضل أسامة فيصل يجري ويتحرك ويضايقهم وخلاهم بضغطه مش عارفين ياخدوا راحتهم. وطالما جبنا سيرة حد من اللعيبة يبقى لازم نتكلم عن الراجل رقم 7 محمود صابر. الراجل ده يا جدعان من أول ماتش ليه في البطولة وهو بيطلع من رجله صواريخ حرفيا. الراجل مش بيفكر مرتين، أي كورة ممكن تتشاط بيجرب ويشوط، عنده جرأة وتركيز ممتازين. يا دوب منتخب الجابون بيشم نفسه بيطلعوا ويهددوا مرمانا بكورة خطيرة فعلا، بيلاقوا الحكم بيطرد واحد منهم، لاعب غشيم عنده انذار وداخل بكل تهور، كان لازم يطرد طبعا عشان بعد شوط اول صعب نشوف شوط تاني المفروض انه سهل في المتناول. الشوط التاني بدأ ولسه المباراة هادية ومحاولاتنا لسه على استحياء، لحد ما محمود صابر لعب اسيست لابراهيم عادل وخلاه انفراد، ولكن الدفاع الجابوني بيتصرف ويخرجها ركنية. هجماتنا لسه مستمرة لكن مفيش خطورة، والجابون قليل لما بيوصلوا المرمانة. لحد الدقيقة 82 ركنية بتتلعب من مصطفى سعد ميسي، وتقريبا جملة متفقين عليها بتوصل لمحمود صابر اللي بيشوطها واخيرا تظبط معاه المرة دي وبيسجلها. اهم وفوزنا في المغرب 1-0 في 2011 وكرة قوية يا ولد، يا
أخيرا محمود صابر يأتي بالقمة للمنتخب المصري. منتخب مصر على قمة المجموعة، وأداء محمود بالمنتخب المصري، واللي سجل محمود للجمهور الصابر على هذا الأداء. جون حلو قوي في وقت حلو قوي خلانا نضمن الصعود لنصف النهائي. وبعد 3 دقايق بالظبط ميسي بتاعنا بيتشنكل ويقع في ال18، والفار بعد طلوع الروح بيأكد انها ضربة جزاء، ويدخل يشوطها أسامة فيصل ويسجلها في الدقيقة 92. هدف ثاني واعتلاء قمة المجموعة، خلصها أسامة فيصل باقتدار، بهدف مميز جدا في اللقطة اللي فاتت من ركلة جزاء. ادي امامنا وائل رياض شيتوس، والفرحة والسعادة بهدف جديد هنا عن طريق أسامة فيصل. يبقى كده منتخبنا الوطني يصعد أول المجموعة ويروح لدور نصف النهائي عشان يقابل غينيا في ماتش التأهل للأولمبياد. وأكيد غينيا أرحم من المغرب، لكن برضو إحنا منتخبنا الله أكبر عليه قادر يحسم الصعود والبطولة كمان. ده الجزء الأول من مشوار منتخبنا الأولمبي في بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. الجزء الثاني هينزل على قناة ولاد طه كورة خلال أيام قليلة إن شاء الله. اتأكدوا أهم حاجة إنكم مشتركين في قناتهم، واستنوني هناك في الفيديو اللي جاي. وقولوا لي في الكومنتات إيه رأيكم في التعاون ده، ولو حابين نكرروا إيه الأفكار اللي ممكن نعملها مع بعض. وما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب عندي هنا كمان. يلا أشوفكم على خير، سلام.